الدرع الآن في الجزيرة. الأهلي يفوز من جديد للمرة 7 على التوالي والمرة 36 في تاريخ المسابقة على الإطلاق. خماسية في مرمى المقاولون العرب تهدي الدرع الأهلي من جديد. بطولة مختلفة عن كل سابقتها، بطولة طعمها التحدي والإصرار والمثابرة والرغبة في النجاح. وائل جمعة يفتتح، محمد بركات يعزز، وشريف عبد الفضيل يسجل الثلاثية، ثم هدف عودة لمحمد عادل، وتعزيز برباعية لمحمد ناجي جده، وأخيرا حسام غالي في الدقيقة 91. مبروك لكل جماهير الأهلي، مبروك لكل محبي الفانلة الحمراء، مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك، مبروك جميعا. بطولة مثيرة، يعني رائعة ومثيرة، انك انت تأتي من الخلف بفارق 6 نقاط ثم تنهي البطولة بفارق 7 نقاط. نعم، فوز. نعم. دي طبعا عشان كده من هنا هذه هي الإثارة والمتعة، وهذا هو العهد اللي عليه بيلعب فريق النادي الأهلي باستمرار. نعم. إذا حبيت أتكلم، هتكلم الأول نمرة 1، أتكلم على إدارة النادي الأهلي. نعم. اللي بتدير هذا النادي باحترافية كاملة، وما بيهمهاش إلا إنها تجيب أفضل الأجهزة الفنية اللي تدير هذه الفرق. النهاردة عشان يجيب الجهاز الفني بمانويل جوزيه ومعاه بيدرو مدرب مساعد مدرب، وفيدالكو مدرب أحمال، وأوسكار بتاع الأناليسيز والتحليل، الناس كلها تقول لك ده ايه، دي زيطه كبيره جدا، علاوه على طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وكابتن محمد يوسف المدرب العام. يقول لك ايه، ليه القصه دي؟ انما القصه دي كان لها اثر كبير جدا في تاهيل هذا الفريق اللي كان في فتره كان فيها نوع من انواع الاهتزاز الكبير جدا بعد نهايه الدور الاول، او قبل نهايه الدور الاول، بعد مرحله الاسماعيلي كان بدا فيها نوع من الاعتراف بانه نبني فريق، والمنافسه بقت تتراجع قليلا. تمام. نعم. انت بتجيب واحد تأهله نفسيا، نمرة 1، ازاي توقف اللعيبه على رجليها. مانويل جوزيه عليه دور كبير جدا، ليه دور كبير جدا في هذا الامر، بثقته في نفسه وحب اللعيبه له وامكانياته العاليه في استثاره دوافع اللعيبه، وازاي بيحفزهم عشان كل واحد يفضل. شفنا مع جده لحد ما وقف على رجله، اللعيبه الكبار كلهم بيحبوا مانويل جوزيه، وقفوا معاه وقفه كبيره جدا. باقي اللعيبه حتى الشباب اللي ابتدى يستغلهم. التأهيل البدني العالي لدرجه النادي الاهلي افضل فريق من الناحيه البدنيه، ختم المباريات الاخيره لدرجه جميع الفرق بتلعب ضدها بيطلع 2 أو 3 بالكرامس من الفرق الاخرى، لان مش قادرين يجاروا هذه القوه البدنيه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. الاداء الجماعي والتكتيكي اللي تطور، انا اعترف انه في فترات كان النادي الاهلي بيلعب بشكل تكتيكي مش جيد، او جماعيه غير جيده، او في نقص شويه في النواحي الفنيه، لكن بمرور الوقت ابتدى الفريق مع التثبيت، مع استشاره اللعيبه كلها، وقفها على رجليها، ابتدى يستخدمهم استخدام جيد جدا، مع التيرن اوفر، بلاعب لعيبه واقعد ناس ولاعب ناس، واللعيبه كلها طبعا منضبطه. اللي قاعد بره نشوف بركات بيقوم وهو احتياطي، بيقوم يبوس عماد متعب في هدف سجله، بيبتدي بركاته وهو من احسن اللاعبين، يقعد في اي وقت من الاوقات مفيش اي مشكله. دي برضو نقطه مهمه جدا يمتاز بيها النادي الاهلي عن الفرق الاخرى، روح الكسب اللي عندي لعيبه النادي الاهلي اللي فضلوا محافظين على هذا الكسب والنفس الطويل الى اخر وقت. ده كله بيحسب للجهاز الفني، انا سواء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره او مانويل جوزيه والمجموعه اللي معاه.